تاني مسلسل معانا هو مسلسل آدم للفنان تامر حسني اللي اتعمل في 2011. هو مسلسل سياسي بعد الثورة اللي حصلت، ويمكن ساعتها ما كناش فاهمينه قوي، ولكن فهمنا الأيام دي وعشنا التجربة مع آدم اللي بيتقبض عليه ظلم عشان دافع عن واحدة مصرية كانت بتتعرض للاغتصاب من واحد أجنبي، ضرب عليه نار بالغلط، فأصبح آدم هو المتهم في نظر القانون المصري لحد ما بيموت في الآخر. وبنشوف مسلسل جامد ونهايته أجمد، والمسلسل ده من الأعمال الناجحة جدا لتامر حسني. ولو انت ما اتفرجتش عليه فانت ما تعرفش مين هو سيف الحديد. رقم واحد معانا هو مسلسل جزيرة غمام، وبالتساوي مع مسلسل ونوس، لان بصراحة الاتنين دول جامدين جدا. مسلسل جزيرة غمام ده من قريب وأغلبنا اتفرج عليه وانبهرنا بأداء أحمد أمين المميز، وقصاده طبعا في الكادر ممثل عبقري زي طارق لطفي. وهنا بنلاقي الصراع بين الخير والشر أو الجانب المظلم قصاد الجانب المضيء في الإنسان. في الحقيقة المسلسل كله رسائل ومن المسلسلات العظيمة جدا. نيجي هنا لآخر مسلسل وهو ونوس، وحرفيا انا بحب الافلام اللي من النوعيه دي، هي اللي بيظهر فيها شيطان او شخص بيجسد الشيطان. وهو اعظم اداء اتفرجت عليه او فيلم في المجمل كان ديفلز ادفوكيت للباتشينو وكيانو ريفز. والباتشينو كان طالع عامل شيطان ساعتها، ولو مشوفتش الفيلم ده انصحك تروح تشوفه، لانك هتتفرج على اعظم اداء ممكن تشوفه في حياتك بصراحة. لان المشهد الاخير بتاعه تكييف مركزي يا جدعان على الاخر. نرجع هنا تاني ليحيى الفخراني اللي انا شايفه اعظم اداء في النقطة دي بعد الباتشينو على طول، اللي قدر يجسد الشيطان بكل انواعه، انه بيخدع الناس وبيعيشهم في الوهم وبيكذب عليهم وبيقول لهم انا ماليش ذنب في حاجة، انا طيب وغلبان، ولكن بيظهر حقيقته في الاخر في مشهد الصراع الاخير، وبنلاقي تحول في نبرة الصوت والاداء. عشان كده هيفضل المسلسل ده في القمة، عشان المسلسل ده مختلف زيه زي الصياد وكفر دلهاب، ولكن ده مكتوب بشكل واقعي اكتر وتحت ايد فنان عظيم زي يحيى الفخراني. أنا الذكي، أنا الزاهي، أنا المخلوق من نار، أنا أحسن منه، أنا اللي عرفتك قبله، أنا الأول، أنا متغير.